السلام عليكم، مرحبا بكم حبوباتي غالياتي في وسطنا لنهار اليوم جيت طلع لحباباتي ونشارك معكم فطيرة محشية قوة في البنة يا البنات. هاد الفطيرة تجي بزاف بنينة، خصوصا العجينة تاعها ما فيهاش تكلفة بزاف، في نفس الوقت اقتصادية. نبدأ بسم الله ونصلي على المصطفى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله تلقاكم هذه الفيديو بخير وعلى خير ومتهنين يا ربي. كيما دايما عودتكم، إذا راكي مشتركة جديدة نقولك مرحبا بك في القناة حبيبتي، نورتينا. إذا هذا راك تشوف الفيديو مازال ما تضغطي على زر الاشتراك، ماذا بك تضغطي عليه باش هكا يوصلك كل جديد راني نديره في القناة بإذن الله. ومنها نتوما تدعموني وتحفزوني باش نزيد نحط لكم وصفات شابين ان شاء الله. اول حاجه نبداو بها هنايا العجينه باش هكا تخمر لكم بالخف. كما تعرفوا راه البرد وكاع، هيا تبداي بالعجينه تاعك باش تنحيها على جهه. هنا في العجينه انا ضاعفت الكميه، تبغيتي تنقصي تبقى عندك. للامانه هنايا انا استعملت 5 كيسان تاع فرينه كيما شفتوا، الكاس يكون ممسوح. زدت عليهم ملعقه كبيره خميره الخبز باش هكا تخمر لكم مع هذا البرد، وزدت عليها ملعقه كبيره ممسوحه تاع السكر. نحرك النواشف بالمغرف كيما شفتوا الفيديو، وزدت عليها هنايا قيس مغرف صغيره تاع الملح. نزيد نحرك النواشف. من بعد هنايا بسست هذيك الفرينه بنص كاس تاع الزيت. نتيا اذا نقصتي الكميه ما ديريش كامل نص كاس، انا للامانه راني دايره 5 كيسان تاع فرينه. هنايا نتيا كي ديري 3 كيسان تاع فرينه ولا 2 كيسان ديري غير ربع كاس يكفي. من بعد هنا بعد ما بسست كامل هذيك الفرينه مليح في هذاك الزيت، هنايا لميت العجينه تاعي بالماء يكون دافي شويه باش هكا هذيك الخميره تتفاعل وتطلق روحها. وهنايا بديت ندلك في العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا. خلوا العجينه تاعكم ليس، دلكتها مده 3 دقائق كيما راك تشوفي حتى 4 دقائق باش هكا هذيك المكونات كامل يدخلوا في بعضهم. من بعد هنايا نحطها في الغيسيبيون ونغطي عليها ونخليها تخمر. هنا المدة تاع الخميرة تبقى حسب الوقت تاع التوجد تاع الحشو. انا هنايا ما حسبتش شحال، المهم نتيا خليها تخمر. عطيها قيس نص ساعة هكا باسكو الحال راه بارد شوية. من بعد هنايا بديت في الحشو هنا يبقى اختياري. نشارك معكم الحشو تاعي انا واش درت. هنايا بعد ما كانت عندي ربطة تاع السلق، هنايا كنت غسلتها وقطعتها باش ما نطولش عليكم الفيديو. وريت لكم مقاطع خفيفة. جبت المقله تاعي سكرفش فيها فص تاع الثوم. من بعد ما يتقلى لي هذاك الثوم نزيد عليه السلق. درت هنايا انا ربطه بعد ما غسلتها وقطعتها. من بعد هنايا درت عليها غير شويه ملح وخليت هذاك السلق يطيب. هنا في جهه اخرى جبت مقله درت فيها 2 حبات تاع بصله يكونوا شويه كبار، قطعتهم عفوا مربعات صغيره. من بعد هنايا زدت عليهم شويه زيت وخليت هذاك البصله تذبل. من بعد زدت عليها شويه تاع الدجاج وتبلت بالملح فلفل اسود كركم زنجبيل توابل الدجاج، وزدت عليها شويه راس الحانوت عفوا. من بعد هنا بعد ما حركت كامل هذاك الدجاج مع البصله زدت عليها هذاك السلق اللي كنت طيبته من قبل، ومرقتها هنايا بكاس تاع حليب باش الحشو هكا ما يجيكمش ناشف. واللي ما عندهاش الحليب تقدر دير كريم فريش. من بعد هنايا طفيت على الحشو وخليته يبرد. وكيما راكم تشوفوا في الفيديو بعد ما ضاعف لي الحجم تاع العجينه كنت ديغازيتها وقسمتها. وهنايا حليت الجهه الاولى بالحله كيما شفتوا، وجبت هذاك المول الداير دهنتها بشويه تاع الزبده باش ما يلصقليش. ومن بعد درت الطبقه الاولى تاع العجينه، نحيت هذاك الجوانب الزياده، حطيت الحشو في الوسط، زدت عليه جبن مبشور. تبقى اختياريه الخطوه. ومن بعد هنايا زدت حليت الوجه الزاوج تاع العجينه. وفي التالي هنايا كنت شعلت الفرن قبل ما ندخلها الطيب، ودهنت الوجه تاع العجينه كامل. باش دهنته جبت مغرف طماطم مصبره تكون صغيره ماشي معمرها بزاف، حليتها غير بشويه تاع الماء
ومن بعد هنايا دهنت كامل هذاك الوجه بالبانسو، وزدت عليها رشة تاع سينوج. وهذه هي الوصفة. حبوباتي بسلامة.